شكرا عبد الرحمن، عضو مجلس الإدارة ومدير المركز الإعلامي بنادي الهلال الزميل عبد الكريم الجاسر. حييك أبو يزيد. بداية، الحضور ليس في هذه المباراة، لعله اليوم يمكن يعتبر من أفضل الحضور بالنسبة للهلال، ولكن على مستوى موسم أو 8 جولات حضور ضعيف، أقل ما يقال عنه قراءة بالأرقام، أو على الأقل فيما يخص الموسم الماضي وهذا الموسم. حتى الآن ليست الأرقام وفق الطموح، لماذا برأيك؟ والله بالتأكيد أنه الحضور يعني أقل من المطلوب ولا يوجد له تفسير. يعني الحقيقة كل المباريات الماضية ليست في هذه المباراة فقط، إنما في معظم المباريات الحضور الجماهيري أقل من المتوقع وأقل من المطلوب، بالرغم من قوة الدوري وفي تنافس وفي مباريات جيدة شهدت العديد من الأهداف. لكن الحضور الجماهيري الحقيقة لغز يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى بحث. دائما الدول تعمل استفتاءات واستبيانات واستقصاءات وبحث للجمهور والنظر في كيفية جلبهم إلى الملاعب، وهذا الشيء اللي يجب أن احنا نتبعه حتى يعني نحظى بحضور أكبر، خصوصا أنه فريق الهلال يعني فريق صاحب شعبية جماهيرية وفريق يعني دائما ما تشهد مبارياته في كل ملاعب المملكة حضور كبير. لكن الأمر الغريب أنه هذا الموسم كل الفرق وليس فقط الهلال، نتمنى إن شاء الله أن يتعدل مستقبلا مع استمرار الدوري وقوة المنافسة. لمن يربط الحضور بمستوى الأداء الفني سواء في الهلال أو في غيره، بأن الدوري حتى الآن أداءه الفني ضعيف، لا يقدم المتعة اللي ينتظرها أو من الممكن أن تجذب المشجع إلى المدرج. قد يتابعها عبر التلفزيون ويكتفي، يعني قياسا بأنه في 3-4 مباريات في نفس اليوم. ما يؤدى على أرضية الملعب، هل هو يوازي هذا الحضور؟ والله شوف، لو كان ما في متابعة إعلامية وجماهيرية خارج الملاعب ممكن يكون هذا الكلام صحيح، لكن الدوري السعودي لا زال محتفظ بإثارته وقوته على مستوى البرامج الإعلامية، على مستوى اللقاءات، على مستوى المتابعة. كل هذه الأمور موجودة، وبالتالي لماذا تقف فقط عند الحضور في الملاعب؟ وهذا الشيء اللي يجب أن يدرس. لا تصور أن المستوى الفني له علاقة، ارتباط الجماهير بأنديتها كبير وقوي، وكل الجماهير يعني متابعة لكل المباريات، لكن التوجه هو إلى أماكن أخرى غير الملاعب، وهذا شيء مشهود وملموس. يعني بإمكانك أن تحضر إلى أحد الكافيهات أو كذا تجد كأنك في جو أفضل من الملعب، وهذا يمكن الشيء اللي يشجع الناس على التوجه إلى هذه المواقع بدلا من الملعب. رأيك الشخصي كتبته في عمودك الصحفي، قلت بأنه الاحتراف لا يبدأ من سن 30 أو قرابة 30، خارجيا تحت 20 يجب أن يذهب اللاعب. كتابة هذا الموضوع وتزامن حديث أسامة هوساوي أنه يرغب الخروج من الهلال إلى أوروبا والبحث عن الاحتراف، هل قصدت أسامة بهذا الموضوع؟ والله شوف، هي قاعدة الجميع المتابعين الرياضيين يعرفون هذا الشيء، والكلام موجه لأي لاعب يبحث عن احتراف ناجح في أوروبا. يجب أن يبدأ من تحت 20 حتى يحقق ما يريد، سواء من الناحية المادية أو الناحية الفنية. المقال طبعا موجه لأسامة ولغير أسامة، لأن هي قاعدة، ولا يمنع أن يكون هناك يعني شواذ لبعض القاعدة. الكابتن أسامة ما في شك أنه لاعب كبير ولاعب على مستوى عالي، لكن في أوروبا تحتاج إلى أن يعني يكون لديك أكثر من فقط المستوى. يجب أن تكون في سن معين، يجب أن تكون في بلد تصنيفه في مستوى معين، يجب أن يكون لديك القدرة على يعني خوض مثل هذه التجربة في سن مبكرة. كل هذه الأمور يجب أن يضعها اللاعب في حساباته حتى لا يضيع على نفسه مستقبل كبير في يعني الحصول على مبالغ مادية. وبالمناسبة أتمنى أنه يعني يعاد النظر في مسألة المبالغ الضخمة اللي تعطى للاعبين، لأنه اللاعب إذا حصل على كل شيء داخليا فلن يكون لديه أي طموح في أن يحترف خارجيا ويكتسب خبرة من اللعب في دوريات أوروبية. في أجواء المباراة تحدث اليوم عن عبد اللطيف الغنام كلاعب قلب دفاع بديل لحسن خيرات. الزملاء عادل البطي وحمود السلوى في رأيين، الأول يقول بأنه تجهيز أمام فريق أقل إمكانيات من الهلال، والرأي الآخر بأنه غير مقتنع بحسن خيرات فنيا، لذلك أعاد لاعب محور إلى قلب الدفاع. إلى أي الرأيين تذهب؟ والله شوف، بالتاكيد ان هذه امور فنيه، لكن احنا نعرف الكابتن عبد اللطيف من افضل اللاعبين اللي يؤدون في اكثر من مركز، يلعب في خط الدفاع، يلعب في خط المحور. يمكن المباراه الماضيه والظروف الاهداف الاربعه اللي سكنت مرمى الهلال يعني لا يمكن ان تحمل كابتن حسن خيرات، لانه يعني من الموسم الماضي لم يلعب، وحتى بعد الاصابه لم يعود بشكل طبيعي، انما شارك في بعض المباريات الوديه في المعسكر الاعدادي، وجاءت مشاركته في مباراه القادسيه واللي شهدت ظروف غريبه يعني داخل الملعب. لكن بشكل عام المدرب يسعى الى تجهيز اكثر من لاعب في اكثر من مركز، خصوصا في مثل هذه المباريات اللي يعني فيها مجال انك تجرب اكثر من لاعب. واتصور انه الكابتن عبد اللطيف سيكون يعني كالعاده في مستوى المباراه. اهلا وسهلا. شكرا عضو مجلس الإدارة الزميل عبد الكريم الجاسر.